احمد رؤوف مهاجم نادي انبي ومنتخب مصر، بنبارك لك النهارده كزملكاويه على كاس مصر. الحمد لله مكسب غالي، انت بتكسب احسن فريق في جمهور نادي الزمالك. الحمد لله بشكر ربنا. انت عملت ازاي مع المباراه النهارده؟ عملنا ايه سر الفوز؟ سر الفوز الروح في النهارده، روح اللعيبه كلها النهارده ان شاء الله. انتوا عندكم روح والزمالك عنده روح؟ بس احنا يمكن حافظنا اكتر. قول لي ايه الكواليس اللي خلتكم اعلى من الزمالك النهارده؟ الحمد لله. ايه اللي حصل خلاكم اعلى من الزمالك النهارده؟ اللي احنا كان نفسنا ناخد بطوله، الحمد لله ربنا كرمنا. كابتن مختار كان بيقول لكم ايه قبل المباراه؟ واحد عايز طيب ماشي. كابتن مختار قال لكم ايه قبل المباراه النهارده؟ عندكم ازاي؟ انتوا عندكم ما فيش اي ضغوط عليكم النهارده، تنزلوا مكان نفسكم ان شاء الله تبقوا قادرين بالنفس. موضوع الاعلام فرق معاكم والدخل كله كان على الزمالك وانتوا لا خالص، احنا كنا بعاد خالص عن حته الاعلام. يعني هو ده اللي فرق يعني من ضمن الاسباب يعني. عاوزك تقول حاجه لجمهور الزمالك والجهاز الفني وكابتن حسن شحاته. نقول هارد لك يعني ان شاء الله الزمالك قادم بقوه، دي يعني ما تعطلش رساله نادي الزمالك. انا شايف ان الزمالك الفتره الجايه هو اللي هيحصل في البطولات من وجهه نظري. شكرا رؤوف ومبروك. شكرا.